عامل النظافة صاحب وكالة كشري التحرير النهاردة أو امبارح اتقبض عليه. لو الخبر ده صحيح يبقى لازم يتوجه له تهمتين: أولا تهمة النصب والاحتيال، ثانيا تهمة التسول. طيب انتوا بتسألوني ليه التهمتين دولك؟ اولا لانه هو كان مرفوض من الشغل بقاله 4 شهور ولابس بدلة النظافة، يعني بينصب بيها على الناس. والتسول لانه طبعا بيخش على المحلات ويعمل نفسه ان هو غلبان او على باب الله والكلام ده كله، وهي مش في شغلانته. ثانيا تهمة تعاطي المخدرات، هي مش دي تهمة المفروض ان هو يتحاسب عليها؟ طب قولوا انتم هو المفروض يتحاسب ولا ما يتحاسبش؟ ولو هو فعلا كده يبقى لازم يتحاسب. انا ده رأيي، انا عايز اعرف رأيكم انتم.